الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل طاجن العظمه. ده غدا سهل وسريع، واللي متابعني عارف اني بحب الاكلات اللي بتتجهز وتدخل الفرن، ما بتخليكيش واقفه عليها طول الوقت. والطاجن ده من الاكلات الحلوه المنجزه، بتجهزي كل حاجه وتحطيه في الفرن ويطلع بالجمال ده، احلى من اغلى مطعم كلتيه فيه قبل كده. خدي منه فكره واعمليه على الفطار في رمضان، وهينفع جدا كمان في العزومات. فخم وشيك جدا وما بياخدش وقفه كتير في المطبخ. تعال اقولك عملت الجمال ده ازاي. معانا البصل واللحمه اللي هنعمل بيها الطاجن. اللحمه اي نوع واي قطعيه واي سن، حتى لو لحمه كبيره هتستوي معاكي في الطاجن وتخرج زي الزبده. ومعايا البصل، كميه البصل قد كميه اللحمه او اكتر كمان، يعني ممكن تحطي قد كميه اللحمه بصل او قدها مره ونص. يعني لو عامله كيلو لحمه حطي كيلو بصل او كيلو ونص بصل كمان. كل ما كترتي البصل كل ما كان الطاجن احلى. بقطع البصل كبير كده، لو بصله صغيره قطعيها 4/4، ولو بصله كبيره قطعيها خرط كبيره كده زي ما بعمل. ما تعمليهوش في الكبه، احنا عايزين البصل كبير عشان يفضل ظاهر وموجود معايا لحد الاخر، ما يدوبش واحنا بنجهز اللحمه. طاسه سخنه على النار، وتكون سخنه حلوه قوي، وانزلي باللحمه. لازم تسخني الطاسه كويس عشان اللحمه ما تجيبش ميتها وتفتل وتشد منك في الاخر. حطي اللحمه وسيبيها خالص لحد ما تاخد لون من الوش اللي حطيتيه على الطاسه، وبعد كده اقلبيها. ما تفضليش تقلبي فيها عشان ما تبرديش الطاسه واللحمه تجيب ميتها. اول ما بتاخد لون كده قلبيها. طاسه ناشفه قدامك اهي، اللحمه ما جابتش فيها اي ميه. شايفه اللون الحلو ده؟ بس كده كفايه، هي قفلت المسام بتاعتها وقفلت على الميه اللي فيها. بعد كده انزلي عليها بالبصل. حطي كل كميه البصل، وهنا انا مش عايزه البصل ياخد اي لون ولا عايزه اسويه خالص. انا هحطه واقلبه تقلبتين كده بس يدخل في اللحمه، ولا بتدبليه ولا بتديله لون ولا اي حاجه. خلاص حطيناه. هننزل بالتوابل: ورقتين لوري، عود قرفه سيجار، فصين حبهان 2 بس، رشة جوزة الطيب صغيرة جدا. التوابل دي بتبقى حلوة جدا مع طاجن اللحمة، حابة تزودي حاجة تاني براحتك. وطبعا الفلفل الأسود أساسي. وبعد كده انزلي عليه بمية سخنة بتغلي. خلاص كده احنا خلصنا. هنغطي بقى الطاجن ده ونسيبه لحد اللحمة ما تستوي نص سوا، ما تسويهاش على الآخر. احنا هنكمل تسويتها في الطاجن في الفرن. هنديها بس رشة سكر صغيرة عشان تسرع التسوية. شايفة ادي كده اللحمة دخلت في سوا، يعني بقت نص سوا خلاص. هلم بقى التوابل بتاعتي من الطاجن. شلت ورق اللوري وعود القرفة وادي الحبهان اهو. اي توابل من الكبيرة دي لميها. وهننزل عليه بنص معلقة توم مهروس. حطي التوم في الاخر عشان تفضل ريحته ظاهرة معاكي في الطاجن. لو حطيناه من الاول واللحمة استوت على الاخر مش هتلاقي فيه اي ريحة للتوم. لمي التوابل ما تسيبيهاش. ودلوقتي هنشيل اللحمة من وسط البصل ده. بخرج اللحمة وبسيب البصل بس هو اللي في الطاجن عشان هنهرسه. ممكن تهرسيه بهرسة البطاطس أو بالشوكة حتى. هحط بس الملح عشان اللحمة تكمل سواها في الملح، ما تبقاش دلعة. وهرسه بالهاند بلندر. هرسة خفيفة بس ما تدوبيهوش قوي، يعني اللي تيجي تحت الهاند بلندر تتهرس، واللي ما تجيش خلاص سيبيها سليمة زي ما هي. طاجن الفخار بقى، وهنحط معلقتين من الزبدة وحطي عليهم اللحمة مستوية نص سوا. وبعد كده هنزل بالبصل المهروس. حطي بقى كل البصل عليها كده، غطيها خالص. شايفة البصل السليم زي ما هو، واللي اتهرس بالهاند بلندر زي ما هو. خلاص كده خلصناه. هننزله الفرن مفتوح على أعلى درجة حرارة، اللحمة تكمل سوا وياخد الوش بتاعه الحلو. وعملت جنبه طبعا الملوخية خضراء. اسمعي بقى الطشة.
دي على فكرة ملوخية مجمدة مش ملوخية صبحة. شايفة لونها جميل ازاي. وادي الطاجن بتاعنا خرج من الفرن. لسه بيغلي، خد لون من فوق واللحمة طبعا استوت كملت سواها في الفرن. بتبقى دايبة زي الزبدة. والسوا طبعا انت بتتحكمي فيه حسب ما انت عايزة، بتحبيها مهرية قوي بتسيبيها في الفرن وقت اطول، بتحبيها مظبوط سواها بتخرجيها بدري شوية. انا هوريكي دلوقتي اللحمة مش مستحملة حتى الشوكة تمسكها، شايفة؟ تحفة. بياخد له ساعة في الفرن، ساعة ونص لو اللحمة بتاعتك كبيرة، وبتخرج طبعا زي الزبدة. شايفة الجمال؟ مش مستحملة حتى ايدي تمسكها. حلو جدا يا بنات وسهل قوي، ينفع للغدا، ينفع كمان تاخدي منه فكرة لرمضان تعمليه في الفطار، او لو عندك عزومة بيبقى شكله حلو جدا في العزومات برضو. مهما كان نوع اللحمة اللي بتعمليها فيه بتطلع حلوة، محدش بيعرف نوعها ايه ولا سنها ايه، لانها بتطلع مستوية زي الزبدة. ممكن تعملي جنبه رز ابيض او رز بشعرية، بس انا خليت الاكلة دي تتاكل بالعيش النهاردة تغيير يعني. طاجن اللحمة بالبصل والملوخية الخضراء من الاكلات اللي بتنفع جدا بالعيش، ما بتبقيش محتاجة ان انت تعملي لازم جنبها رز. شايفة الجمال؟ وده البصل بتاع الطاجن، ممكن تاكليه بالعيش كده برضو او تاخدي منه على رز، بيبقى حلو جدا احلى من اللحمة كمان، شارب من ريحة اللحمة ومن الدسامة اللي فيها، طعمه بيبقى حلو قوي. دي حبايبي كانت طريقتي في عمايل طاجن اللحمة بالبصل، جربيها وهتعجبك قوي. لو جربتي طاجن اللحمة بالبصل على طريقتي اكتبي لي رأيك في الكومنتات، ولو الفيديو بتاعي عجبك اكتبي لي برضو، وما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.